preparing في اي لحظة هنكون لايف. التوبيك ده مستنياه بفارغ الصبر، يعني عندي استعداد رهيب للتعلم في اللقطة دي. تاني عايزة اتأكد ان احنا بقينا كده بقينا لايف. ربنا يفتح يعني. لا بصي، اللايف ده محتاج له كده بداية عظيمة، يعني لكوتش عظيمة مستنياه بقالي كتير حبيبتي، قوي قوي. ربنا يعزك فكرة يا رب. ان انا اتكلم عن المراهقين مع حد متخصص للمراهقين ده في حد ذاته بالنسبة لي قلق او توتر، لان انا مش متخصصة في الحتة دي، بس عندي استعداد رهيب وحماس قوي قوي ان انا اتناقش معاكي انت بالذات بالذات عن التقدير الذاتي للمراهقين. معايا ومعاكم يا جماعة بقى ايه؟ لا يعني مش اي كوتش، هو كوتش علاقات ومدرب مهارات واستشاري وباحث تربوي، وكمية سيرتيفيكتس ودراسات أنا متأكدة اللي اتبعت واللي اتكتب في البوست 1/10 من اللي موجود في الحقيقة. أنا حاسة إن حبيبتي، أنتي ربنا اختزلتي يعزك يا أكتر من رب. كده بكتير. عايزة ربنا أقول يعزك لك يا أنا روح. متحمسة، أنا وجميع الناس اللي موجودة مستنية هذا اللقاء، إن إحنا نعرف إيه التقدير الذاتي للمراهقين. عايزة أقول لك الناس لو عرفت اللي أنا عارفاه، يعني مش عارفة هيودوني فين. ربنا صباح يكرمك يا رب. الورد يا أحلى هند. صباح الفل والجمال عليكي يا روح بجد ويعني مقدمة كتير عليا قوي الصراحة. والله ربنا يعزك ويبارك بصي، فيك يا روح. عايزه اقول اكتر من كده بكتير بعد ما احنا اتناقشنا اكتر مره وبنحاول نظبط الميعاد ده بقالنا كتير قوي. بس حقيقي انا قعدت اعمل سيرشنج الفترات اللي فاتت عن اكتر حد كان متخصص في التعامل مع المراهقين، مش بيدي كورسات للامهات المراهقين يعني فكره ان بيعمل كامبات وبيحتك بيها وبيعمل كورسات ليهم. كنت انتي الحد اللي حبيبتي. هو من قلب التجربه، من واقع التجربه، غير ان انتي مامي طبعا لتو تين ايجر، وفي واحد جاي كمان في الثالث في السكه. فبصي انا بالظبط. من اول المستعدين، بصي من اول المستعدين عايزه اتعلم بقى. فانا حبيبتي، جايه ربنا لك في يعزك. التوبيك الناس كلها متألمه منه، الا وهو يعني ايه تقدير ذاتي اصلا للمراهق. ده حقيقي. وليه الأول ما وليه اكتر حاجه مؤلمه هي التقدير الذاتي بالنسبه للمراهق؟ ليه ثقته بنفسه ضعيفه؟ ليه عنده مشاكل كتيره قوي ما كانتش موجوده قبل كده؟ ليه في عناد وفي عصبيه؟ ودايما تسمعي الجمله العظيمه اللي بتتقال في المرحله دي: انا ابني اتغير، انا بنتي اتبدلت، مش هم دول عيالي اللي كانوا موجودين قبل كده. ده حقيقي. مم. انا عايزه طيب. اعرف التغيير ده بيجي منين. طيب خلينا الأول أشكرك يا روح على الاستضافة الجميلة العظيمة دي، وبجد شرف ليا إني أكون معاكي. ربنا يخليك. وشكرا على المقدمة الحلوة الجميلة، ويا رب كده يكون لقائنا النهاردة فيه فايدة لكل اللي بيسمعونا ولينا احنا كمان. زي ما كنت بقولك لما كنا بنتكلم إن احنا لما بنتناقش مع بعض احنا الاتنين بنتعلم اصلا. يعني حتى لما بندي الكورس مثلا للامهات وكده، احنا بنتعلم من الامهات ومن التجارب والاخذ والرد وكده. ده اصلا بيعمل لنا تعلم. فربنا يبارك فيك يا رب. كلنا اصلا في رحلة تعلم وكلنا طلاب علم، فربنا يعزك ويبارك فيك يا روح. ربنا طيب، يخليكي لك. هو السيلف ستيم بصراحة او التقدير الذاتي هو مش مراهقين بس. المفاجأة ان احنا ممكن بنلاقي نفسنا كبرنا وبقينا مسؤولين وعندنا بيت وأسرة وشغل وكل حاجة، وعندنا مشكلة في السيلف ستيم. والحقيقة لما بنيجي نرجع بنلاقيه ان هو جاي من ورا بقى قوي، من زمان قوي، منذ مرحله التربية. الطفوله. بالظبط. فالسيلف ستيم هو ايه؟ يعني هو مبدئيا هو ايه اصلا التقدير الذاتي ده؟ هو اكيد حاجة ثابتة. ثابتة ازاي؟ يعني احنا يا ما عندي يا عندي يا ما عنديش. يعني انا يا عندي تقدير ذاتي لنفسي يا ما عنديش تقدير ذاتي لنفسي. او مش ما عنديش، يا عالي يا رايح. فاهمة قصدي؟ لان هو ايماني بموهبتي بقيمتي كإنسان، هويتي انا مين، ذاتي. مش مرتبط بقى بثلاث حاجات مهمين قوي. مش مرتبط بأنا لا أملك إيه، ولا أنا بعمل إيه، ولا ما يعتقد الناس عني. يعني أو ما مش كده مرتبط بأي حاجة من بتنفي التلاتة دول. كل الافكار ده والمعتقدات حقيقي. ده حقيقي. اللي هو احنا ده اتربينا السيلف عليها. ستيم.
بالظبط. دلوقتي عارفة السؤال الهولاني بتاع من أنت؟ بالظبط. هو ده ترجمة السيلف esteem. لو هعرف أجاوب على السؤال ده، هو ده اللي هيبين السيلف esteem بتاعي رايح فين، التقدير الذاتي بتاعي رايح فين. طيب، أنا هقدر إزاي أدرب ولادي على فكرة إن هم أصلا يكون عندهم صورة تقدير ذاتي لنفسهم، وشايفين نفسهم إزاي، من غير على وبقى يتجردوا من كل الحاجات اللي احنا قلناها دي، اللي هم ما يملكوه وما يفعلوه وما يعرفوا الناس عنهم، او ما يعتقدوه عنهم، او اللي دايما بيقولوا لهم فيه. حاجات كتير قوي الصراحة، يعني منذ الطفولة حاجات كتير قوي. لا لو انت كده حابين. ضربتي لي حاجات. يعني احنا لما كنا بنخش كورسز، يعني introduce yourself، عرفي نفسك، فانت بتعرفي نفسك من وجهة نظر التلاتة، ده الكارثة. يعني بالظبط. احنا كنا بنعرف نفسينا التلاتة، احنا مين، بنعمل ايه، ادوارنا ايه في الحياة، والناس شايفانا ازاي. فدي كارثة. فانت بتقولي دلوقتي انه ده مش احسن رد ممكن يترد لو سألتك انت مين. حقيقي. ايه المفروض الرد اللي يترد في اللقطة دي لما اجي اسأل اي حد واسأله اقول له انت مين؟ بالظبط. هو من غير أي فلسفة بالمرة، هو مش اللي أنا أملكه ده مش ممكن في لحظة ما أملكوش؟ منطقي جدا طبعا. اللي أنا بعمله ده مش ممكن يحصل لي أي ظرف ما وما أعملوش؟ اكيد وارد. واللي انا بيعتقدوا الناس عني ده مش ممكن في لحظة يجي يتغير؟ ده اكيد لانه مفيش حاجة ثابتة. بالظبط. فبالتالي دول ما ينفعش يكونوا معايير اصلا اني اعرف نفسي. انا تعريف نفسي تصديقي في نفسي، ايماني في نفسي. واو. انا مين؟ انا هند، بحب اعمل ايه، بساعد الناس مثلا. انا هند بحب السلام، بحب الهدوء. انا هند بحقق رسالة ربنا في الدنيا، ايا كانت هي ايه بقى، كل حد ورسالته. ايا كان الرد ممكن يكون ايه، بس هو الرد هيعبر عن انتي مقدرة نفسك ازاي. واو. واو. فللأسف الشديد يا روح، هنرجع بقى لكلامنا يعني نسقطه على أولادنا بقى المراهقين. للأسف الشديد احنا في ظل هذا العالم المليء بالمظاهر العظيمة، وإن كل حاجة هو مظاهر لابس غير ايه حقيقية. اه انا لابس ايه، بسميها ماركة مظاهر غير ايه حقيقية. بالظبط كده، ومع موبايل ايه، وفي مدرسة ايه، اللي احنا كلنا عارفينه بقى، والمأساة اللي احنا فيها دي. فبالتالي هم نفسهم الولاد بيحكموا على بعض بده. ايفن اف على فكره، لو هم يعني ده على الا من رحم ربي كمان اللي بتكلم فيه ان هم متظبطين في البيت، هم في وسط مجتمعهم اصلا، ده من ضمن البير. الصوت قطع يا هند. طب سامعيني كده اه كده كويس؟ زي الفل. تمام. اقصد ان حتى ايفن اف لو انا ظابطه نفسي في البيت مع الولاد، والبير بريشر بتاع الولاد، فكره المظاهر والحاجات دي بتبقى مؤلمه جدا، وكده كده هيقعوا فيها. طيب، لو انا عايزه ابتدي اقول بقى انا ازاي يعني ازاي ابتدي. فكرتيني بموقف دلوقتي ابني مر بيه، مم. خلتيني ابتدي افكر برفليكشن مختلف نتيجة الحدث. يعني كان موقف شخصي حصل لابني، ان احنا نقلنا من مدرسة لمدرسة. مم. فالمدرسة اللي ابني كان فيها طبعا كان ليها اسم وليها صيت وحاجة كويسة وإلى آخره. فقررنا ننقل المدرسة. فالمدرسة التانية معظم زمايله اللي هم يعتبروا لسه جداد بالنسبة له كانوا بيبصوا له بلحظة: ايه ده، انت سايب المدرسة الفلانية وجاي تقعد عندنا؟ فقال لهم اه عادي، ايه المشكلة؟ فجه واحد من ضمن الناس حبوا يتنمروا عليه. آه فجاي بيقول له: ما انتوا يا عم افتقرتوا، فانت عشان كده جاي عندنا المدرسة بتاعتنا. مم. فكريم كده وقف لحظة وتنح، لأن هو عمره ما تعرض لموقف يتشاف فيه بالمنتاليتي أو بالصورة دي. بالظبط. فكان رد كريم عليه، قال له: مم. لو احنا افتقرنا وجينا المدرسة دي فيكفي ان انت ما دقتش اللي انا دقته قبل كده. مم.
فرده قلت له كريم انت جبت الرد ده منين؟ قال لي ماما ما اعرفش، بس انا عمري ما حد جه قال لي انت افتقرت وما افتقرتش وجاي مدرستنا ومش جاي مدرستنا. انا شايف انه مدارس واحده صحيح، ما اقدرش انكر يا ماما إن انا كنت مرتاح اكتر في مدرستي وكان فيها اكتيفيتيز اكتر والى اخره، بس هو مش من حقه يقول لي حاجه زي كده. فانا تلقائي لقيت رده يعني من كلامه الرد اداني الرد اللي رد عليه بيه. يعني فبيقول له حتى لو احنا افتقرنا يكفي ان انت ما عشتش اللي انا عشته قبل كده، انت مش هتعيش اللي انا عشته. فكان بالنسبه له بقول له طب ورده كان فعلا قال لي ماما لقيته فاتح بقه مسبهل. بس مم. ففكره ان احنا واصلين بانه نبقى واحنا لسه بنحكم في على سننا بعض. صغير بنحكم على بعض بالنظره دي. طب هاو كم بالظبط. لما هنكبر هنعمل ايه؟ ايوه. ايوه، وهنربي ولادنا بقى اللي جايين دول، ولادهم هيتربوا ازاي وعلى ايه؟ بالظبط. فهي فانتي دلوقتي في الفكره. ريفليكشن للقطه دي. طبعا احنا بصي، كل اب وام عندهم مراهقين، انا متاكده ان هم بيعانوا معاناه رهيبه في القصه دي بالتحديد، يعني موضوع المظاهر وانا معايا ايه وبجيب ايه وعايزه اجيب ايه، في معاناه حقيقيه في الموضوع. حتى لو انت قادره تجيبي، على فكره انا مش بتكلم في قدره الاهل برضه هيقدروا يجيبوا او ما يقدروش يجيبوا لا ان خالص. ده انا بتكلم تحدي في انت ان ده بتمري بيه اصلا. طول الفتره دي، اللي هو صاحبي جاب كذا فانا عايزه اجيب. اللي بالظبط. هو ده مش من وده ضمن البايوريتيز بتاعتنا ومش ضمن البلانز. زميلتي جابت كذا فانا عايزه اجيب، مين جاب بلاي ستيشن فانا عايزه اجيب البلاي ستيشن مش عارف كام، انا مين جاب ايفون فانا اجيب الايفون. فاللي هو انت بتبقي قاعده وسامعه، وحقيقي فعليا انا خلاص يعني انا شبعت من الكلام ده، فبيبقى ردي مش من ضمن المخططات بتاعتنا. طب واحنا من ضمن مخططاتنا ايه يا ماما؟ هنقعد ونتناقش في الفاميلي ميتنج. بالظبط. انا بالنسبه لي، انا فكره المايند سيت اصلا اللي هو ده بقى جاب، يبقى انا لازم اجيب واعلي عليه بقى، مش كمان اجيب ده، انا هعلي عليه، اجيب الاعلى واعمل. بيصعبوا فمنافسه عليا والله، مرعبه. حتى يعني بيصعبوا عليا لان احنا بيبقى عندنا الوعي ده وبنربي ولادنا بالوعي ده. بس انا فعلا حقيقي ولادي بيصعبوا عليا لان هم بيبقى عندهم الوعي اللي عندي. فاللي باجي اقول له ايه السبب، فقال لي يا ماما اصل جاي بيقول لي انا جبت وجبت وجبت، واحساسه وهو بيحكي كذا والبادي لانجوج وهو بتقول كذا وحاسس. فانا حسيت ان انا محتاج يبقى عندي حاجه زي كده عشان اوريدي ابقى بتباهى بنفس الطريقه دي، او بشوف نفسي ايه المميزات اللي موجوده في الجهاز ده او في الحاجه دي هتديني ايه. فبقول له بس هو جهاز زي كل الاجهزه اللي انت بتستخدمها. احساس حتى الشخص وهو بيجيب حاجه بيتباهى بيها بيبقى مصدر تشتت او انجذاب للحاجه دي. فانا فعلا بيبقى صعبان عليا الولاد. وهنا الولاد اللي بيتكلموا باللغه اللي بتقوليها دي، هنا هو شايف نفسه ازاي، تقديره الذاتي ايه؟ ما يملك. صح. انا عايز يبقى عندي حاجات عشان اعرف اتكلم عن نفسي، امال انا هتكلم في ايه؟ انا هتكلم عن الحاجات اللي عندي. فبالتالي هو ده اللي انا شايفه في نفسي. نيجي بعد كده بقى ندخل في مشاكل كتير بقى بعد كده في المذاكرة والدراسة، وإنه مش بيعتمد على نفسه. بصي، بتأدي لحاجات كتير قوي، يعني نقص التقدير الذاتي ده بيؤدي إلى كوارث كتير بصراحة. طيب، أول حاجة أنا في دوري كأهل، بما إن إحنا كلامنا مش موجه للمراهقين دلوقتي، طبعا إحنا مع الولاد نفسهم بنشتغل طبعا على الحتة دي كويس جدا، وإنك تشتغل جدا على 3 محاور: لا أملك، ما أملكه وما أفعله وما يعتقد الناس عني. وبنقعد بقى نعمل لهم زي تمارين كده وتدريبات، إن طيب افرض ده روح، طب إيه اللي هيحصل؟ طب يعني بيبقى اكتيفيتيز في الحتة بقى دي. وكريستي كويستشنز. بالظبط كده. وبنمثل وبتاع وحاجات زي كده، وبيطلعوا فعلا اللي عندهم بشكل كبير، وبيبقى عندهم كتير دي بصراحة. حقيقه هم بيمروا اه. بتحديات رهيبه. بالظبط. طيب أنا بتكلم دلوقتي الكلام موجه دلوقتي للآباء والأمهات. طيب إحنا دورنا كآباء وأمهات، علشان من الأول أصلا يحاول الابن يشوف نفسه بطريقة صحيحة، مش هنقول حتى كمان يشوف اللي مش فيه، لأن ده برضو مبالغة. لا، يشوف نفسه بجد. مفيش حد فينا ما فيهوش مميزات. صح. مفيش حد فينا ما عندوش نقاط قوة، ربنا قال علينا ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فإحنا صح. أصلا أحسن تقويم. فخلي عندنا يقين وثقة في ده. ده مبدئيا. طيب، أول حاجة أنا محتاجة أشوف احتياجات ابني منذ الطفولة بقى لغاية وإحنا طالعين على المراهقة، لأن المراهقة بيبقى ليها إيه، شوية حاجات كده في زيادة. تحديات مختلفه اه. بالظبط. لكن مبدئيا أنا عندي الاحتياجات دي بتتقسم لاحتياجات فسيولوجية واحتياجات نفسية. حلو فسيولوجية قوي. زي الأكل. أكله عامل إزاي؟ نومه عامل إزاي؟ بينام كتير عادي، لو في سن المراهقة عادي إنه ينام كتير. الأهالي ساعات بتتخض لما يلاقوا المراهقين بيناموا كتير.
هما الطبيعي اصلا من ضمن سمات المراهقه ان هما بيناموا كتير، مفيش اي مشكله في ده، لان جسمهم بيتغير وهرمونات بتمشي وهرمونات بتطلع وحاجات كتير بتحصل يعني في جسمهم. هما نفسهم مبيبقوش فاهمين، بيحصل لهم وجع على فكره في جسمهم اثناء النمو في الفتره دي، ولخبطه كتير. انا بيلعب رياضه ما بيلعبش رياضه، اخبار الحاله الجسديه بتاعته كلها ايه، ده احتياج فسيولوجي منطقي. طيب الاحتياج النفسي بقى، حدث ولا حرج. برضه هركز على الموقف. اولا انا عنده اول احتياج عنده، هو عايز يتسمع، احتياج الاستماع، عايز يتسمع من غير ما يتنظر عليه ولا يتفه من كلامه، حتى لو كان هايف. هو هو جملة بالنسبه لنا اتكلمنا كلامهم فيها، هيبقى هايف. دي جملة اتكلمنا فيها انا وانتي، بقيت اقولك يعني ايه يتفه؟ ما هو اكيد مهم. فلما اديتيني اكزامبلز انا كنت بنصدم ايوه ان طبعا. الاهالي بتبقى شايفة الكلام ده حاجة تافهة وما عنديش استعداد اشغل دماغي بيه وبلاش صداع وقوم من جنبي. يعني الردود الافعال دي لما قلتيها لي انا ما بقتش قادرة، عقلي مش قادر يترجم. يا جماعة ما هي حاجة مهمة شاغلة عقله، حاجة تافهة من وجهة نظرنا عشان احنا عديناها، بس احنا لما كنا في سنهم كنا شايفينها حاجة كبيرة قوي. بالظبط بالظبط، وخصوصا بقى يعني في الحته دي بالذات مشاكل الاصحاب. ايه الهيافه دي، انت بتقعدي عشان ايه اصلا، وما تمشي ولا تروح ولا تيجي ولا ما تكلمكيش، ايه المشكله؟ الردود دي بتبقى عليهم محبطه، هم عايزين يتسمعوا. لان موضوع الاصحاب بالذات في البنات كمان في المراهقات بيعكس مشاكل كتير قوي على فكره. ولو انا ما عالجتهاش وسمعت كويس صح في التوقيت ده، البنت ممكن تحس بالرفض، ممكن تحس انها مش مقبولة، ممكن تحس انها مش محبوبة. قصص يعني انا مبقاش متخيلة ان ده ممكن يوصل لده. كل ده عشان ايه؟ عشان ما سمعتهاش بس. بس سمع واكد عليها انك محبوبة مقبولة، وانت عملتي اللي عليكي. ممكن تبقي مثلا تغيري طريقة التواصل. لو البنت فعلا اللي بتضايقها دي بتتنمر عليها، تبقي انت فاهمة ان في حد بيتنمر عليها وتعرفيها ازاي تعرف تتصرف في ده. حوارات كتير قوي مش هعرف اوصل لها الا لما اسمع. فهو عاش. فهو اول احتياج الاستماع. ودني دي تبقى كده، بصرف النظر عن اي شيء مستفز او تافه بيقولوه. انا حاسه بيهم ان انا ان كل الاهالي بيتعرضوا لده، وبنبقى مش وقته. انا من كتر الضغوط الحياه والجري اللي انا بعمله في حياتي مش مستحمل اقعد اسمع دي عملت فيا ايه، وده عمل فيا ايه، وده انا اتخانقت معاه، وده زقني، وده. لا، محتاجين في سن المراهقه نسمع. حاجه الى الاعتبار. يعني ايه الاعتبار بقى؟ دي مهمة قوي، ان هو يكون معتبر برأيه. واو. مفيش حاجة اسمها ان ولد او بنت خلاص عدى ال 12 سنة وفي سن المراهقة وانا ما باخدش رأيه في حاجة وعمالة امشيه رايح وجاي. هو في الطفل عموما يعني، حتى في الطفل احنا بنقولها حتى اعملوها بشكل فيكت عشان هو يتعود على كده. اه طبعا في قرار في الاخر والدي من الاب والام، دي ما فيش فيها كلام اكيد طبعا، لان احنا في والديه. الاب والام هم اللي بيحددوا قرارات الاسره بشكل كبير، لكن انا بتكلم عن القرارات اللي تخصه، اللي تخصه هو. خروجه هو، انتوا خارجين عشان تخرجوه هو يتبسط. الطبيعي ان انا هاخد رايه، حابب تروح فين يعني، حابب تروح فين في الاختيارات اللي تناسبكم. يبقى احنا كده راضينا جميع الاطراف. اشوف انا الاختيارات اللي تناسبني ايه، كذا وكذا وكذا، حابب تروح فين. عاش. دي بنعودهم عليهم وندربهم عليها من صغرهم. ليه؟ ليه؟ مش عشان احنا بندلعهم، لا، علشان هم يعرفوا ان هم ليهم قرار بياخدوه وبيعملوه، مش اللي احنا سايقينهم على طول. احنا عايزين نربي آه، شباب وبنات عندهم قوة رأي، قادرين يتحركوا في الحال لوحدهم من غير ما يعتمدوا علينا ولا يسندوا علينا. فالحاجات دي مش بتيجي بزرار، الحاجات دي بتيجي بالتعود، ومن وهم صغيرين، وبالمهارة، وبالقدوة. بيشوفونا بنعمل ايه بيعملوا زينا غصب عننا. يعني ما فيش فيها كلمة. children see children do. اي دي حد حقيقة. ان هم خلاص بالتابعية هتلاقيهم بيعملوا زينا، بالتابعية هتلاقيهم بيعملوا زينا، واحنا بالنسبة لهم احسن ناس في الدنيا بقى كمان في الطفولة. هتلاقيهم ايه. اه. لكن في المراهقة طبعا بيبتدوا بقى يطلعوا من تحت جناحنا.
وده الطبيعي برضو. يعني احنا مش عايزين نتخض برضو لما نلاقيهم عايزين يمشوا، يعني يتحركوا كده من تحت جناحنا، لان ده من ضمن سمات المراهقة. ودي النقطة اللي هقولها بعد كده يعني، بعد ما اخلص الاحتياجات. الاحتياج الثالث واللي مهم جدا، الاحتياج للتشجيع. واو. هما محتاجين دايما يبقوا بيتشجعوا. تقولي هو بيعمل حاجة اصلا يتشجع عليها؟ ده ولا بيذاكر ولا بيقعد ولا بيساعد ولا بيعمل حاجة. بصي مستحيل. هتلاقي اكيد في حاجة واحدة بتتعمل، هي امسكي في الحاجة دي بقى وشجعي. سحر التشجيع، سحر التشجيع في ان هو بيخليه يحس ان هو بيعمل حاجة بجد مهمة. الكلمة فبالتالي الوحيدة تكذب، سحر التشجيع. انت اصلا طبعا. الكلمة انت بتقوليها انا بحلها في عينيكي. مم. اللي هو الكلمة تجنن، تجنن. يعني تخيلي بقى دي لو بتتنفذ والله بصي واقعا يا روح، هتبقى احلى. يعني شوفي انت حتى انا وانت اهو دلوقتي، هقول لك يا روح، بجد انا فخورة بالشغلك اللي بتعمليه وباللايفز اللي بتعمليها على طول مع المتخصصين، بجد حاجة مفيدة للناس. بجد استمري. والله هعيط، شكرا. والله انا العظيم بجد هعيط. الفكرة طلع في من فكرة، جوايا. الفكرة في ان التشجيع نفسه، انا كده انا عملت ايه؟ انا عملت ايه يا روح؟ هل انا مثلا مدحتك وقعدت اسقف؟ انا دلوقتي وقفت الكلام وقعدت اسقف لك؟ ولا لا. انا وصفت؟ قولي لي طيب انت حسيتي ايه؟ حسيت اني متشافة. حسيت ان انا مجهودي انتي شايفاه. حسيت ان انا عملت اللي عليا. حسيت بالفخر، بالانجاز، بالسعادة، ان انا عايزة اكمل، عايزة ابقى احسن. حتى لو ما تشجعتش تاني، بس يكفي ان انا اوريدي بقيت عارفة ان انا ماشية على التراك الصحيح. حاسة اني فخورة قوي بنفسي، حاسة بالانجاز طول الوقت، انه اي ديبريشن او اي مشكلة انا قادرة اتعداها او اتخطاها، اوفركم ليها. فانا مبسوطة بنفسي. حلو قوي. انا مبسوطة بنفسي، ودي اول خطوة في ان انا بغرزها فيه السلف ستيم بتاعي، ان انا اصلا مبسوط بنفسي مش مبسوط برد فعل الناس عني. انا مبسوط ان عايش. انا قادر اعمل ده، مبسوطة ان انا بعرف اعمل ده. ما بالك بقى لو كل اللغة اللي بيتعرض ليها انا والله عارفة، انا من ساعات ما بحبش اقول عليه مراهق، يعني بحس ان هو مراهق دي، بحس ان انا عملت كده. يعني بحس ان هو سن طاقة وامل. انا من كتر التعامل معاهم، انا بجد انا معاهم بحس ان انا بجري، يعني بتحرك في طاقة في المكان، فعلا فيا. ده حقيقي. في طاقة وانطلاق وبنتكلم في كل حاجة وأي حاجة وكل حاجة. عندي طاقة أخلص. ما بيناموش، إحنا لما بنروح جنب ما بيناموش، بنتعذب عشان يناموا. فمن كتر ما هم بيبقوا صاحيين، انتوا جايبين الطاقة دي منين؟ فعلا في طاقة حقيقية حرفية، مش طاقة كلام بس. الطاقة دي بقى لو ما توظفتش صح، طب ما هو الطبيعي ان هي هتروح في حاجات مش صح. صح. فنستغل ده ونشجع، لان هو اكيد في حاجات يتشجعوا عليها، اكيد. اللغة نفسها، طيب ده في مفاجأة تانية بقى، ما انا زي ما انتي قلتي من شوية، انا عايزة ابقى احسن. صح، انا لما صح. بتعرض للتشجيع انا نفسي هبقى حابه اني اكون احسن. فبالتالي الحاجات التانية اللي انت ممكن تكوني شايفاها ان هي مش احسن فيها، هو مع الوقت هيبقى احسن فيها. هو مش لازم على فكرة بالمناسبة يبقى بيرفكت في كل حاجة، ودي مأساة تانية بقى عايزين نتكلم الأهالي فيها. هي مفيش الكمال إلا وحده. ومش دايما يعني نستنى من ولادنا توقعاتنا احنا. يعني ما هو احنا ساعات بنبقى حاطين سقف توقعات كده على الولاد مش بتاعهم اصلا. هم ليهم قدرات، يعني ايا كانت التوقعات، ما اقصدش توقعات اكاديميه ودرجات بس، توقعات في التمرين، وتوقعات انه يساعدني مثلا بقدر معين، توقعات انه يبقى ليه دور مش عارفه في ايه، توقعاتنا في... طب ما نقبل بالنسبه، نقبل بالنسبه الموجوده، نتقبلها كده ونقول برافو ان النسبه دي حلوه، حلو انت ساعدت بقدر كويس. ونقول بقى نستخدم طريقة التشجيع، انا مبسوطة ان انت عملت بقلب النهاردة في الحاجة الفلانية. هتلاقي مع الوقت الدنيا بتكبر. مفيش حاجة بتدوس فيها على سطر، كل حاجة بتيجي. التربية عموما طويلة الأمد أصلا، يعني مفيش تربية قصيرة الأمد. يعني مفيش حاجة اسمها أقوم أربي ألاقي بقى الولد طالع يشتغل في الحياة بعد كده. مفيش الكلام ده. أمال إحنا سبحان الله ربنا عملها لنا طفل، وبعد كده مراهق، وبعد كده شاب.
ليه يعني؟ ما المراحل دي اصلا متقسمه ازاي؟ ده غير وعشان ان كل كده مرحله سواء طفوله او مراهقه متقسمه كمان لثلاث مراحل جواها، بالظبط. وكل مرحله من الثلاثه ليها سمات وخصائص معينه، بالظبط. وليها كمان احتياجات معينه لازم تلبى. احتياجات. برافو عليكي. ولو بالظبط ما كده. تلمش تلبيتها بيحصل سوء سلوك، وبتتنقل الاحتياجات دي انها لازم تلبى كمان في المرحله اللي بعدها، فساعتها بيتشاف انه دي تصرفات اصغر من مرحلته، بس هو نيدز ما تلبتش في المرحله السابقه. برافو يا روح، ربنا يعزك. وهو دي بقى الكارثه اللي بتحصل. وتخيلي بقى لو انا في بني ادم بقى في رحله حياته كلها كل احتياجاته دي لا تلبى لا تلبى لا تلبى، ويجي بقى راجل خلاص، او بقى ست خلاص بقت ام، او راجل بقى اب، وهو معلش ما خدش كل احتياجاته دي. لا خلاص، هتلبى بقى في المرحله اللي اكبر ثم اللي اكبر ثم اللي اكبر والى اخره. الا طبعا لو هو ما انتبهش لده وساعد نفسه، وما يعني اكيد ما انا بيساعد بقول لك نفسه ده وده بقى الا من بيحصل. رحم ربي بقى، اللي قدر يستوعب انه بالظبط. عنده بالظبط. مشكله لا. وانه محتاج يساعد نفسه، الا من رحم ربي. لان بالظبط. الكلمه دي كنت بقولها حتى، كان في لقاء معايا امبارح كانت الكوتش مي. لو احنا اوريدي شايفين ان احنا عددنا كبير كمتخصصين، احنا عشان احنا جوه الكوميونتي دي فاحنا متخيلين ان كل الناس شبهنا، بس اكشلي احنا بنبقى 1% من العالم كله ده اللي حقيقي. اشتغل على نفسه، ده اللي حقيقي. هم بنسميهم في الاخر الناس دي انسبايرد للناس التابعة ليها. لانه انا مع الدراسات والابحاث قريت بحث مؤخرا انه حوالي اكتر من 88% الناس بتبقى ماشية بالعقل الجمعي، اللي هو كل الناس ماشية ورا بعض، محدش فيهم عايز يخرج عن الطريق. وعندنا حوالي احنا بنتكلم في 12% بيحاول يخرج بره الوعي الجمعي ده، بس مش عارف ياخد اكشن، خايف ياخد اكشن. 1% بس هو اللي بيقرر ياخد اكشن، وبعد كده بالتبعية بتبقى الناس كلها بتبص له از ان ده انسبايرد، احنا عايزين نبقى زيه. وهو ال1% ده اللي بيقود ال 99% اللي ماشيين منهم، ال 12% اللي كان عايز ياخد الاكشن ومش عارف ياخده، وال 88 اللي كانوا ماشيين بالعقل الجمعي. فانا بالنسبه لي 1% ده زي ما كانت برضو الكوتش ندى من كام يوم كانت بتتكلم في ان ده رزقنا. ده ف حقيقي. ده حقيقي. فسبحان الله ربنا من علينا بنعمة الوعي ده عشان احنا نشتغل على نفسينا ونشتغل على اللي جوه بقى، ونشتغل على اولادنا اشتغل ونساعد الناس. ونساعد الناس اللي حوالينا. رسالة. هي دي اللي بالظبط. بتكلم فيه، انه عشان اه. نوصل للبوينت دي احنا مرينا بشوية مراحل للتغيير عشان نوصل لمرحلة التطوير دلوقتي كده. طبعا. وهل تعتقدي ان محدش فينا كان عنده احتياجات غير ملباة؟ ده يعني مستحيل. انا مستحيل. كانت ندى بتقول من كام مفيش. يوم انها بالظبط. مش عايزه اسميها اساءات، بس في علم النفس كان بيسمى اساءات، ولكن مم. هي احتياجات غير ملبيه. ملباة طبعا. طبعا. وده طبعا لا دي فطره يغفل دور الحياه. الاب والام في حاجة. هم عملوا اللي يقدروا عليه واللي فاهمينه ومصدر ثقافتهم في ده، التربية في الوقت ده. الحمد لله يعني طبعا رب العالمين. لكن اكيد كل حد فينا، هو كل حد فينا مأمور يشتغل على نفسه اصلا. يعني ربنا نفسه قال لنا ونفس وما سواها. م? فألهمها فجورها وتقواها. قد ده ده أفلح. ده ده قد من أفلح من دساها. زكاها. بس شكرا يعني. ده من وقد خاب دساها من صح. دساها. خاب من دساها هو بقى اللي ساب نفسه. ساب نفسه بقى للهوى، وساب نفسه للضغوط الحياة تضغطه أكتر، وساب نفسه يقع. لكن وقد أفلح من زكاها اللي هو أدرك هي صحيح حاجات مؤلمة. ما هو أنا ما لما أشتغل على نفسي ما أنا هتألم. لان انا لما اشتغل على نفسي هواجه نفسي بضعفي، هواجه نفسي بمشاكلي، هواجه نفسي باضطراباتي، هواجه نفسي باحتياجاتي، هواجه نفسي بإساءة الطفولة، هواجه نفسي بحاجات كتير قوي ممكن تتعبني. ولكن وهتحمل مسؤولية التغيير، مش هعيش دور بالظبط. الضحية وان انتوا السبب في اللي انا فيه، خرجوني بقى من اللي انا فيه، بالظبط. ساعدوني بقى. بالظبط. تو ليت خلاص، مفيش حد السبب. انت دلوقتي مسؤول. مفيش حد بيبقى عايش. السبب في حاجة. يعني ده قولا واحدا. ما كانش ربنا قال لنا قد أفلح من زكاة؟ طبعا صح. كلام ربنا مفيش كلام بعده. فربنا يا نرجع رب تاني يلهمنا الصواب يا رب. ده نرجع تاني. احنا للاحتياجات كنا النفسية. قلنا الاستماع، الحاجة الاعتبار، الاحتياج للتشجيع، في احتياج اه كمان.
يعني هي حاجه ريليتد بالتشجيع طبعا، اكيد في احتياجات كتير. انا طبعا عامله بس اللي هم المين، يعني اللي هو حاسه ان هم حلو. ممكن يبقوا اهم حاجه. بس اكيد طبعا عندي احتياجات كتير قوي، يحتاج انه يتشاف، يحتاج انه يكون للمسؤوليه، لتحمل مسؤوليه، ان انا احمله مسؤوليه. ده احتياج على فكره، ان انا احمله اصلا مسؤوليه، ده لوحده عندي. احتياج. لان انا لو ما حملتوش مسؤوليه، هو هيتحملها امتى يا جماعه؟ ما هو انا باجي اشتكي لما بيبقى شاب بقى، ده مش عايز ينزل يروح الشغل، ده شغله عشان في 6 اكتوبر مش راضي يروح. طب ما هو ما فيش، ما هو مش هيروح، لان هو ما اتعودش من الاول ان ده شغل ولازم اتعب ولازم انزل ولازم اروح اركب مواصلات، مفيش بابا بقى وماما يوصلوني ولا اكلم اوبر يعمل، لا. محتاجين نمرمط ولادنا شويه من الاخر. يعني من الاخر معلش كده بالبلدي، انا محتاجه في سن المراهقه امرمطه شويه، علشان هو لسه هيشوف كتير. فكرة بقى صح. إن أنا أفضل أحاجي كده وأخاف بزيادة، ده هيأذيه أذى بالغ، وخصوصا الولاد، وخصوصا الولاد. أكيد البنات لأ، ليهم وضع تاني في القصة دي، في فكرة إن هم يعني يروحوا لوحدهم أو كده، لأ طبعا. لكن أنا بتكلم على الولاد بالتحديد. الولاد محتاجين للشغل، إن هم من المراهقة. البنات كمان محتاجين للشغل عشان مهارات تانية خالص. الشغل بشكل عام بيعلم مهارات مختلفة، صح. ولكن ما ينفعش تبقى انا قاعد خايف عليهم خايف عليهم خايف عليهم. طب وبعدين هيتعلموا المسؤوليه ازاي؟ مش بتتسقي بالمعلقه، هي بتبقى بالتجربه. صح. تمام. فده من ضمن الاحتياجات المهمه جدا. احتياج ان هو يسمع على طول بقى بوزيتيف افirmation، تعزيز ايجابي على طول، طول ما انا قاعد، أوه. على طول. انت شكلك حلو قوي النهارده، شعرك حلو قوي النهارده، تسريحتك حلوه النهارده، لبسك حلو النهارده. حاجات في الشكل مهمه قوي على فكره. حاجات الشكل دي كلامك مهمه حلو قوي تتقال النهارده. للبنات والولاد. ده كلامك يخليك. حلو قوي قوي النهارده قوي. الله يعزك يا روح. بجد انا بتكلم ساعات، انت عارفه انا بقول كده وقلبي موجوع، لان انا يعني بيجي لنا كيسز استوعبه. توجع القلب. انا مش اكيد مش هقدر اشارك بحاجه، بس موضوع عدم التعزيز في الشكل بيعمل مشاكل رهيبة. البنات بتحس انها مرفوضة، مرفوضة في الحياة، وسلوك الرفض لا يحمد عقباه، حقيقي يعني. في المراهقة الولاد بيبقوا مندفعين، مش ما عندهمش حدود، مش مركزين في الحدود قوي. فممكن بيحصل سلوكيات نيجي احنا بقى ايه نعيط بعدها. فنقول شكلك حلو النهارده، تصريحتك حلوه النهارده، بلاش نقد طول ما انا شايفه ايه التصريحه المقرفه اللي انت عاملاه. عجباها، هي عجباها، سيبيها تعملها. اشكريها عليها وقولي لها شكلها حلو وجميله، حلو الفستان ده، ايه رايك لو لبستي كذا؟ لو مش عاجبك الفستان اعرضيها بشكل لطيف. بلاش نقعد نبكت في الولاد والبنات، وما بنوصلش الحل على فكره في الاخر، لان هم في مرحله معينه هم بيعملوا اللي هم عايزينه بالمناسبه. ف... حقيقي. يعني عايزه تحسي هي ازود حرب حاجه. خاسره. اتفضلي طبعا. عايزه ازود حاجه باللي انت قلتيه علشان اطمن الامهات برضو في لقطه. انا واحده من الامهات، بيجي لي ناقد على بنتي عشان سايباها تعمل اللي هي عايزاه، اللي هو حطي كده وحطي كده اللي انت شعرك حره فيه. انا عاجبني لما يجي لي حد يقول لي سايبه بنتي كده ليه؟ عجباني. المفروض مفيش مفروض. انا امها شايفه انه عاجبني. البنطلون ده مش لاقي على التيشيرت ده، عاجبها وعاجبني. عشان اطمن الامهات في لقطه انه الناس هتقول ايه، خالتها هتعيد ايه، زمايلها هيقولوا ايه. لو انتي بس مؤمنة بيها، والله مهما سمعت مهما سمعت هترد نفس ردودك. انا بنتي بتبقى واقفة في اماكن انا مش موجودة فيها، حد يجي يقول لها ايه التسريحة دي؟ عجباني، حلوة، وماما قالت لي الصبح زي القمر. شكرا. فوالله لو انتي بس امنتي بيها وشافت ده وحست ده من جوه، والله لو قالوا لها ايه مش هتسمع ولا هتشوف. والفكره كمان تكمله لكلامك يا روح، انا مثلا انا من جوايا مش عاجباني التسريح. طب ما انا ممكن مع كتير. الوقت، مع الوقت هوريها مثلا حاجات لطيفه بشكل غير مباشر، اندايركت، هي لوحدها هتلاقيها بتظبط. الطريقه يا جماعه، الطريقه، الاسلوب، كتير. الاسلوب لا بس اللي ولو في حاجه مش عاجباكي نتيجه ان انت عديتي مره واتنين وهي حست ان انت عديتي، بس ايه، اديتي بالظبط. بوزيتيف افرميشن، هتيجي بعد شويه تيجي تقول لك ايه، طب ايه رايك في التسريحه دي يا مامي؟
فممكن اقول لها في احلى، طب تعالي ايوه، اعملي لي، بس بس خلصت. كده، شكرا. شكرا. هي اديتك الجرين لايت المفتاح في اعملي، ايدك. اه، اعملي، بالظبط. فده اللي بتكلم بالظبط. فيه. انك امني بيها، سيبيها تخوض الفكره انها تلبس لون مش ماشي مع لون، شراب ماشي مش يعني فرده وفرده عشان هي شايفه ان ده موضه، جزمه مع جزمه هي شايفه ان ده موضه. انا دايما باجي اقول ما دام حاجه مش غلط ومش حرام اعملي، وتحت بالظبط. اشرافي اعملي. اي حد باجي يقول ايه الشراب ده والشراب ده، عاجبها وعاجبني، يعني مش عاجبها بس، ده عاجبها وعاجبني عشان تحس ان انا سبورتنج ليها، لان ده دوري. فلما يجي حد بعد كده في ظهري او انا مش موجوده يجي يقول لها ايه القرف اللي انت لابساه ده، ابسط حاجه بتبص من فوق لتحت عاجبني وتمشي وتسيبه، مع ان بنتي زي مم. قد كده صغننه. يعني فعجبني قوي ثقتها بنفسها وهي صغننه، ايه اقول لها يا بنتي طبعا. لو عندي طبعا. ربع ثقتك دي في ايامي كان زماني بقيت في حته تانيه خالص. هم اللهم بارك، ولادنا بيبقوا فعلا أكثر وعيا مننا وإحنا أطفال. إنه ده طبيعي يعني. حقيقي. بس بيعانوا يا حبايبي، يعني بيحسوا بالغربة في وسط بس أو بمناسبة الشراب والشراب، والشوز والشوز، ده كان ترند بينهم أصلا على فكرة. يعني في فترة انتشر كده إن هما كل واحد بيروح بشراب وشراب وشوز وشوز. يعني والله لا أصلا ده سبتها ترند فتره، بيطلعوه من انا نفسهم. بصي ما دام حاجه ما فيهاش اذيه، يعني في ترندات كتيره بتطلع فيها اذى زي الحاجات اللي بشوفها بين البويز، دايما ببقى كيرنج قوي ان الحاجه دي ما يعملوهاش ولادي، وانبه ان ده غلط وده مؤذي في ايه وهيعمل ايه وايه الاثار وايه الكونسيكونس اللي هتحصل، ومش مسموح ان نجرب حاجه زي كده علشان ما ناذيش نفسنا وما ناذيش حد. دي طبعا. حاجة. لكن بما طبعا. ان انا بتكلم بالذات في البنات على فكرة الموضة واللبس والشعر والميك اب والحاجات اللطيفة اللي بيحبوها دي، ودي فطرتهم ونشجعهم عليها، لان هي دي اللي بتوصلهم في الاخر ان هم فيمينست، ان هم انوثة. آه بالظبط. فما عنديش مشكلة ان انا اجرب شراب مع شراب، جزمة مع جزمة، بنطلون مش ماشي مع تي شيرت. بيجي عليها وقت كده قالت لي انا عايزة اتحجب واحط طرحة على راسي وماشية تعملي شعرها كده. يعني اللي هو مجرد انه ما دام حاجه مش غلط وحاجه مش حرام وهي لسه صغننه، انا هرجع تاني واقول ان بنتي لسه صغننه 9 سنين عشان ما حدش بس يخش يتكلم ويعيد ويزيد، لان برضو لو هتكلم في اللقطه دي هيلاقيني داخله في شمال. الحته دي عندي فيها خطوط حمراء. دي الحته اللي بتكلم فيها، انه ما دام حاجه مش غلط ومش حرام تحت اشرافي انا بسيبها تعمل اللي هي عايزاه، بالظبط كده. بالظبط كده. عشان بعد كده لما يبقى عندها قدره على اختيار اكبر تبقى بتختار صح، لانها اوريدي اشبعت احساسها بان انا اجرب. وهي اصلا اي حد فينا مش هيعرف نتيجة اي حاجة الا لما يجرب. يعني ما انا محتاجة اجرب. حد مثلا هيحذرك، يقول لك لا لا بلاش تدخلي اروح على الموضوع ده، الموضوع ده متعب قوي ومرهق وهيتعبك وبتاع. تيجي انت داخله ايد شجاعه شويه، رجل ورا ورجل قدام، تدخلي تلاقيه ولا متعب ولا حاجه. ده رايه هو، ده صح. تجربته هو، مش صح. تجربتي انا. كل صح. حد غير التاني. سيبي الولاد زي ما انت قلتي، الحد العظيم اللي قلتيه ده، ان طالما مش عيب ولا حرام خليها. واهم يعني حرام ولا عيب. وعيب من وجهة نظر حرام الاول القيم. ولا عيب. بالظبط. عيب، كنت لسه هقول مم. عيب من وجهة نظر القيم التربوية اللي بربي عليها ولادي، مش بالظبط، على اللي هي وجهة الرولز قيم بتاعته. الناس، مش الرولز بتاعتي انا، بتاعته. بتاعت الناس، بتاعتي انا بالظبط. بس. هو الاهم انها مش حرام. ده اه الاهم. بالظبط، اه. لكن عيب من وجهة نظري انا بناء على القيم التربوية اللي بربي عليها ولادي، مش على قيم الناس، ماليش علاقة بالظبط. انا بالناس. بالظبط كده. بالظبط كده جدا. فأنا معاكي جدا في ده. فلو جينا بقى اتكلمنا في الاحتياجات، فعلا يعني فعلا مش الكلام مش هيخلص. صح. الكلام فعلا مش هيخلص. يعني ده بيبقى أصلا سيشن لوحدها. الاحتياجات. طيب، في حاجة قولي. مهمة، احنا قلنا الاحتياجات الفسيولوجية والاحتياجات النفسية. طب احنا قدمنا، قلنا التقدير الذاتي، بس في حاجة مهمة جدا الولاد ممكن يمروا بيها وبتبقى كلمة دارجة. فكرة ان انا بحس ان انا كابني مثلا مش واثق في نفسه، مهزوز، تابع لصحابه. هل الثقة بالنفس حاجة والتقدير الذاتي حاجة، ولا هما الاتنين حاجة واحدة؟ لا طبعا. للأسف كان بيختلط علينا الأمر في لحظات كده، إن نفتكر إن الثقة بالنفس هي التقدير الذاتي. هي المفاجأة إنها مش هي. ممكن جدا أكون واثقة في نفسي في حاجة وما عنديش تقدير ذاتي أصلا. ملهاش علاقة، اوه. مش مرتبطة. ليه بقى؟ لأن التقدير الثقة بالنفس مرتبطة بالقدرة، بالابيلتي. يعني انت قادرة تعملي، هتبقى الثقة عالية. مش قادرة تعملي، هتبقي مترددة ومش عارفة تعملي. بس كده، على حسب الموقف.
ولكن الكور والمين، الحاجة اللي احنا محتاجين نشتغل عليها هي السيلف ستيم. دي اللي ثابتة كونستنت، مش هتتحرك. دي مش يعني انت عايزه هتبقى تقولي ان مرتبطة البنيه بقدرة. الاساسيه هي السيلف استيم، التقدير الذاتي اللي طبعا. بيتبني عليه السيلف كونفيدنس. حطي بقى اللي انت عايزاه. على فكرة انا ممكن يبقى عندي سيلف ستيم حلو وما عنديش كونفيدنت في حاجة معينة، عادي. بس هنا مش هتكون مؤذية، هي مش هتأذيني. حلو. فاهمة قصدي؟ يعني انا ممكن يبقى عندي سيلف استيم ثابت، انا عارف نفسي، بس ما عنديش سيلف كونفيدنس في حته معينه. ده معناه اه ان السيلف كونفيدنس عباره عن سكيلز، طبعا. مهارات طبعا. بيتم اكتسابها بناء على التجربه والتعلم منها. ده اكيد. حلوة قوي، انت ربطتي مم. عندي حاجة مهمة قوي. مم. انه مش معنى ان ابني، هركز على الجملة دي، فاشل في حاجة ده معناه انه سيلف استيم ضايع. لا خالص ده طبعا. معناه انه ما اكتسبش مهارة انه يقدر يعمل الحاجة دي او يذاكر المادة دي او يكون اوريدي قادر يلم بالتوبكس في الحتة دي. بس عشان بنسمع جملة ان ابني فاشل في الدراسة، ولما تيجي تسمعي في تفاصيل تلاقي مثلا مركزة بس على مادة الساينس عشان مش بيحبها، عشان هو شايف مثلا ان فيها اكسبريشنز كتيرة او فيها تفاصيل كتير، او مثلا مش بيحب مادة الدراسات عشان مليانة تضاريس وحاجات كده كتير. مفيش حد فمش بيحب الدراسات اصلا يعني. مش عايزة ما اصدمك اعرفش احنا والله. مستغربين ليه لان الولاد ما بيحبوش الدراسات. ما حدش فينا اصلا بيحبها يا جماعه. آه يعني كل قليله والله اللي شفتهم بيحبوه. هي ما هو انا مش الفكره. عايزة اصدمك ان انا من نوعية الناس اللي بحب الدراسات. والله العظيم ده والله سبحان الله، مش بقول لك كل قليله، ما برافو. عايزه اقول لك ان انا في ثانويه عامه كنت بعشق التاريخ ما والجغرافيا شاء الله. والفلسفه وعلم النفس، اللي هي الناس كلها اه يعني. ماشي، فلسفه وعلم نفس ماشي يعني كده. الفلسفه دي مثلا كنت اه في فصلي يعني اما كان بيبقى عندهم مشكله اشرحي لنا يا روح، اللي هو النظريات كلها مش مفهومه وانا بشرحها وبكتبها ما وعادي، شاء الله فما اللهم بارك. تسالينيش. يعني تاريخ، جغرافيا، فلسفه، علم نفس تلاقيني شغاله فيها. هي بصي هقول لك على حاجه يا روحي، هي المشكله في قدرات. طريقه. اصل احنا كده الموضوع هيوسع مننا بقى. هي مش فكره قدرات بس، كمان طرق التعلم. ما هو للاسف ما فيش طرق تعلم صحيحه. يعني انا مره مثلا بنتي كبيره برضو ملهاش في الدراسات قوي، يعني ما تعزهاش قوي. بس جالها مثلا مدرس في المدرسه ربنا رزقهم بيه كده، ان هو بيقعد يحكي لهم الموضوع. يعني مثلا لو تاريخ بيحكوا لهم بشكل حكايه، فخلاص شكرا الموضوع ثبت. تقولي انا فاكره الدرس، انا مش محتاجه وهي اصلا حد سامعي. انا مش فاكره، انا خلاص فاكره الدرس. اسالها الاسئله الاقيها فعلا بتجاوب. بنلعب كده اقعد لعبه اسئله الاقيها بتجاوب. حتى في الجغرافيا بدأ يعملها لهم برضو بطريقه مختلفه، ويعمل لينكينج اه دي باسامي جميله. الحاجات، لينكينج بحاجه. فده اسلوب مدرس بقى، ربنا يعني ده قصه بقى تانية. ربنا يا رب يكرمهم كده دي ويهديهم بجد فعلا لانه لطريقه يعني بيسيب مختلفه اثر في طيب. التعلم. يعني انا بالظبط. بعشق المدرسين اللي بيسيبوا اثر طيب في قلوب الاطفال يفضلوا متذكرينها طول العمر. يعني كم حد بالظبط. فينا مركز مع اكتر مدرس فرق معاه بيحبه واكتر مدرس بيكرهه؟ ده انت حقيقي. لو سالتي اي حد بيعدي كده من قدام اللايف هيقول لك الاثنين دول. ده حقيقي. ده حقيقي طبعا. فعشان كده ربنا يبارك في كل مدرس او مدرسة او معلم او موجود سواء في اي مؤسسة تعليمية، حضانة بقى، موجود في مدرسة، موجود في جامعة، ساب اثر طيب في قلب كل طالب علم. وهتلاقي الاثر الطيب ملوش علاقه بالاكاديميه خالص. دي حقيقة. مش هتلاقيه ليه علاقه بالاكاديمي اللي احنا بندرسه، قد ما صح. هو ليه علاقه بتقدير تقديره ليكي وقتها، صح. في استماعه بقى بان هو حاسس ان هو بيعمل مهمه معينه، ايا كان ايه. طيب قولي روح قولي حبيبي. انا عايزة اعرف دلوقتي، لو انا عندي سيلف استيم كويس، محتاج ان انا اعلي السيلف كونفيدنس بان انا اكتسب مهارات، بان انا اسيب ولادي يجربوا ويتعلموا من الميستيكس، لان الميستيكس the best opportunity to learn، هي افضل فرص للتعلم. بالظبط. طيب ده بالنسبة للسيلف كونفيدنس، لان ده ما يعتبرش البيزك بتاعنا التقدير الذاتي. طيب ايه الاخطاء اللي انا ممكن اكون مارستها دمرت بيها السيلف استيم بتاع ولادي وعايزة اصلحها؟ مم. سؤال. نقول نقول على الاقل حتى المحاور الاساسية او التولز اللي انا ممكن اكون استخدمتها في رحلة التربية كانت مش احسن تولز، وايه البديل عنها، لانه انا عارفة انه الموضوع ده هيبقى شائك ومؤلم اه كنت لسه وطويل. هقول لك يعني هيبقى فيه بين شويه.
لما حدش فينا كأم أو كأب ما عملوش يعني بصراحة، عشان خلينا. طيب، هو مبدئيا فكرة إن أنا هنتكلم بقى منذ الطفولة، يعني إن أنا أليبل ابني بحاجة، يعني أقولبه، أحطه في قالب معين. زي إيه؟ أم... أنت على طول كده ما بتسمعش الكلام، أنت على طول كده، مالكش لازمة في البيت، أم... أنت دايما كده ماشية منكوشة وما بتعمليش حاجة، على طول نايمة وقافلة على نفسك وما بتعمليش حاجة وقاعدة ساكتة وما بتتكلميش معايا، وأنا عملت لك إيه؟ ده أنا بعمل لك كل حاجة أنت عايزاها. بصي، أثر الكلام نفسه ده ممكن جسمي يعمل. تنشن. انا نفسي تنشنت وانا بقول والله. جسمي يعني تنشن. اثر الكلام ده على الولاد، يعني هو لا يحمد عقباه بكل المراحل. ليه بقى؟ لان هو اولا هو بيديله فكره، والفكره دي تتحول لمعتقد. اه. فشكرا. الفكره ايه؟ هي ماما مش عايزه مني حاجه غير ان انا اعمل اساعدها بس، ولو ما ساعدتهاش انا مش هكون مقبول بالنسبه لها. حب تمام. مشروط. اه. فبالتالي انا خلاص هيبني عندي معتقد ان انا مش هكون مقبول الا لما اعمل للي قدامي اللي هو عايزه. معتقد منيل طبعا، يعني عشان المعتقد ده ممكن يودينا في حتة تانية خالص، اللي هو بقى ان مش بعرف اقول لا، او العكس على فكرة. ما هو ممكن بقى على حسب، اصل احنا مش بكتالوج يعني. يا اكستريم كل كده يا حد اما فينا، اكستريم كده. كل حد فينا وردود افعاله وطباعه بقى والكم حاجة اللي مش مفهومة في النفس البشرية دي. فالله اعلم هتبقى ردود افعاله ايه، بس المعتقد في حد ذاته مرعب يعني. ده كده مثال بحاجة أنا مش كنتش متخيل إنها ممكن تعمل كده في ولادي، صح؟ محدش فينا متخيل إنه ممكن يعمل ده. طيب. هو أنا اكيد مش متخيل، بس انا تخيلت دلوقتي ان انا حطيت نفسي مكان ابني او بنتي اللي بيتقال لها طول الوقت انت مالكيش لازمه، انت عالة علينا، انت ما فيش فايده فيك، انت هتفضل كده، هتعيش وتموت كده، انت غبي. هتفضل فاشل، أنت فاشل وهتفضل فاشل. بالظبط. انت ايه القرف اللي انت فيه ده؟ انت تخينه قوي، انت شكلك وحش جدا، ايه النضاره المقرفه اللي انت حاططها على عينك دي؟ ما لقيتش حاجه تانية احسن؟ ما انت تستاهل الغباء اللي انت بقيت فيه. انا في ذات نفسي لما تخيلت نفسي مكان حد من الاطفال بيتقال له كده، انا حسيت ان انا ماليش لازمه، نكره، مش محبوب، مستحقش اعيش. عندي مشكلة في استحقاق كله بقى. ما استحقش أعيش، ما استحقش أتحب، ما اي استحقش حد هيقول لي أتعامل مع الله انت، حد. الله انت كويس، مش هصدقه، او ايه ده بجد انت شايفني كويس، واجري أصدق أي وراه. حد، أصدق أي حد أيا كان هو إيه، أو وامشي أخلاقياته وراه. إيه، أو خلفياته إيه. بالظبط. بالظبط كده. فحسيت في اللحظه دي ان انا ولا حاجه. فتخيلي لو انا اوريدي ده من مره واحده هند قالتها الروح، وروح صغيرة سمعت الكلام ده كله، وماما هند طول الوقت بتكرر نفس الكلام ده as a life style في كل لقطة وسقطة وكل إعادة وكل يوم وظهر وعصر ومغرب وعشاء. فأنا هبقى عامل إزاي؟ أوبس. للأسف الشديد. وما طيب عنديش بصي، مهرب، أنا مش عارفة أهرب، أنا مش لاقي حتة أروح فيها، مش عارفة أعيش. يعني حتى أنا حتى اوريدي حطيت نفسي توتالي مكان اي طفل اطفال بيتقالوا كده طول الوقت. انا عايزه اهرب بس انا ما عنديش حد اهرب ليه، ما اعرفش مكان تاني. لا لا، ثواني بقى، ده احنا كمان لما بنكبر شوية ممكن نعملها بجد. انا بس مش يعني مش عايزين نخوف بالظبط. الناس. بس هي في كيسز بتحصل ان هي بتحصل بجد، بالفعل بيهرب. بس ده طبعا ده بتبقى كيس يعني، دي طب لو كيس انا مش مش قادر الطبيعي. اهرب وما عنديش منفذ اهرب، مش وارد افكر في الانتحار واعمل كاتنج؟ آه. وده الكاتينج بيحصل في حالات الكاتينج كتير اصلا الكاتينج اصلا منتشر جدا. بين المراهقين. للاسف بشكل اوفر طيب يعني، حاجه مش تخض. وارد ان انا مثلا كبنت بيتقالي ده طول الوقت من بابا وماما، لما هلاقي ولد معرفش نيته هتبقى عامله ازاي ناحيتي، بيقول انتي حلوه، انتي جميله، انتي اموره، صدقوا وش.
م? هتصدقها وش؟ طب م? الخطوة اللي جاية بعد كده ايه؟ مش ممكن اتنازل اللي عن حي... نفسي؟ اللي هيقول لي عليه هعمل، للاسف الشديد. فدي اللي انا بقوله على هيئة رول بلاي بيني وبين هند يا شباب، بيني وبين هند يا اه، ناس ما يعني يا تتخضوش بنات. يعني. دي حاجات احنا بنشوفها في شغلنا باستمرار، بس بالظبط. انا قررت اعملها انا وهند تلقائي كده برول بلاي، علشان الامهات والابهات واي حد هيسمع الفيديو ده بعد كده يبقى عارف ان دي الكونسيكونسز الطبيعية او العواقب الطبيعية اللي هتحصل فيما بعد لو احنا فضلنا مستمرين على نفس التولز: الضرب والشتيمة والإهانة والسخرية والانتقاد والتنمر، وكل ما لذ وطاب من الكلمات الجارحة هتؤدي للنتيجة دي. طيب، أنا فهمت واتصدمت من اللي انتوا بتقولوه دلوقتي، وعايزة أغير كل العك ده. هعمل إيه؟ أنا عارفة طبعا. إنها رحلة طويلة اه. ومليانة تحديات عظيمة، بس اه. إيه الخطوات اللي ممكن أعملها علشان أصلح ده؟ والخطوات طبعا اكيد برضو محتاجة تفصيل، بس هنقولها سريعا جدا. ان احنا محتاجين الاول نسامح نفسنا، الاول نعترف ان احنا غلطنا. معلش، دي اول خطوة الاول. عشان في ساعات الاباء والامهات ساعات بيكبروا يقول لك ما احنا كلنا اتربينا كده، وكلنا اتضربنا، وكلنا مش عارفه ايه. فمعلش يا جماعه، معلش هنحط الحته دي على جنب شويه، عشان الضرب والاهانه مش بيربي انسان سوي. خلينا بس متفقين على ده. آه، احنا محتاجين حزم، ما بنقولش ندلع، بالعكس، ده احنا بنقول احنا عايزين حزم ورولز و... وايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش، وكل بيت وليه الرولز بتاعته، وفوق اي رول الشرع بتاعنا. ده ما فيش فيه كلام. الحزم ما فيش فيه كلام. انا بتكلم عن الجزئيه التانيه بقى، جزئيه بقى الانسانيه. تواصل. تواصل. بالظبط. انت بتتواصل مع اولادك ازاي؟ بتتواصلي مع اولادك ازاي؟ ايه اللي بيحصل؟ لغة الحوار بينكم عاملة ازاي؟ موضوع هنا انا ما دي بتكلمش في ضايعة. رولز اهو، انا ما دي بتكلمش في ضايعة. رولز، الرولز كده كده موجودة. دي ضايعة لغة الحوار بين المراهقين والبيرنتس في الفترة المؤخرة. لا، مش حلوة خالص. علاجها. ان انا. احنا لازم نبتدي بالظبط. احنا، مش هما. عشان بالظبط الجملة دي كده. دايما بقولها. بالظبط. يعني مش هيشوفني مثلا ان انا ام ضعيفة كده وشخصيتي ضعيفة وانا جاية اتكلم معاه واعتذر له عن العك اللي انا بعكه. آه ده السؤال لو بيجي انتي طول لو الوقت. انتي لو انتي حسيتي بده، اولا دايما انت عارفه في شغلنا دايما يروح بنقول ايه؟ ما بردش على افتراضات، صح؟ فاكره انت؟ ما بنردش على افتراضات. ما تقوليش افرضي. انت ما جربتيش عشان تقولي افرضي. بالعكس، عايش. انت هتكبري في نظره. تكبري في نظره، ولا تفضلي على طول الام المسيئه؟ انا اسفه للكلمه، انا اسفه في الكلمه. لا، اكيد. بس الكلمة اللي بقولها: جربي وقولي لي النتيجة. عايزاكي بالظبط. تجربي وتقولي لي النتيجة، هستنى نتيجتك. اكيد ارحم 100 مره ما استمر في اللي انا فيه. احلى كمان، بالظبط. هتتفاجأ بانه شافها بنظرة تانية خالص، وان ده الحاجة اللي كان بيتمناها وعايزها بس مش عارف يقولها لانه عارف ان الباب في الحتة دي مقفول. بالظبط. طيب انا دلوقتي اعترفت بالغلط جوايا، ان انا غلطت الفتره اللي فاتت. سامحت نفسي وما حملتش نفسي الذنب، لان احنا كلنا بنغلط. التالت خطوه، رحت واتكلمت معاه او معاها، واعتذرت له على اللي فات، واللي جاي هيكون افضل، وصفحه جديده. مفيش، اللي جاي كله هيكون اتفاقات بينا، مع الحفاظ على الرولز بتاعتنا، ومع الحفاظ على شرعنا، ومع الحفاظ على كل الحاجات دي. انا هبقى بسمعك، قاعده بسمعك، مش هيبقى فيه زعيق، مش هيبقى فيه طبعا ما ينفعش اصلا يكون في مد ايد، أنا مش قادره اقولها تاني. يعني يكون في لا، تقبل. في. تقبل عايزة لكل اقول لك ده، انه انا عارف، في انا عارفه طبعا ان في، بس انا للاسف يعني انا بيبقوا بتألم جدا من 13 الموضوع ده. و16 و17 سنة بالظبط. واطول من الاب والام، وبيحصل تجاوز جسدي رهيب. انا منتظر ايه؟ طيب يعني انا منتظر ايه وانا بمد ايدي وبضرب بنت او ولد عندهم 15 16 سنه؟ انا منتظر ايه؟ هيطلعوا يعملوا ايه بره؟ هيطلعوا يعملوا ايه بره يا جماعه؟ بس فكروا اللحظه ان هم لما يكبروا شويه، او هم وهم زي ما هم كده، ما هيتضربوا من خلق ربنا اللي بره، او هيضربوا خلق ربنا اللي بره، ايا كان بقى، برضه على حسب.
او هيفضلوا ضعفاء وجبانات على طول، ومش مش بيقدروا ياخدوا موقف. كلام قاسي معلش، بس هي دي الحقيقة. خليكوا عارفين ان هي دي الحقيقة. لا هو مش كلام قاسي، هي دي النتيجة الطبيعية لأفعالهم. فبالظبط كده. يعني دي النتيجة الطبيعية، أي فعل في الحياة له عواقب له نتيجة، يعني رد فعل. بالظبط. فالكل فعل رد فعل. فأنا لو بضرب وبهين وبأذي وبسخر وبنتقد، طبيعي النتيجة اللي هاخدها مش أحسن حاجة. والعكس، لو بتراحم وبرفق وبدلع وبحزن في نفس الوقت وبتواصل وبحترم، النتيجة اللي هاخدها كويسة قوي وأحسن مما تتوقعوا. فكل بالظبط. واحد بناء على اختياراته، مش قسوة، ولكن ده فعل احنا قمنا بيه واحنا على كامل إدراك ووعي، تحت مبدأ أو تحت باب مستتر إن أنا بربي. بالظبط كده. والفكرة ان يعني خليني اقول حتة برضه عشان ما نبقاش بنظلم الاباء والامهات، او نبقى جايين عليهم ونقول لهم رسالة كده. احنا عارفين ان انتم مضغوطين، كلنا مضغوطين، كل الاباء والامهات، وفي الزمن اللي احنا فيه ده مضغوطين ضعف. يعني كل سنة الضغط بيزيد، كل سنة تحسي ان الضغوط بتزيد. دي حقيقة. ده مفهوم جدا. بس صدقوني الولاد ما لهمش ذنب. يعني ضغطنا احنا ولادنا ما لهمش ذنب فيه. ضغطنا احنا بقى محتاجين نشتغل عليه برضه. يعني زي ما احنا محتاجين نبقى متواصلين مع اولادنا، احنا محتاجين بقى نتواصل مع حد يساعدنا نفرغ الضغط ده عشان ما يطلعش في البيت. دي نقطة مهمة جدا جدا جدا، عشان ما نبقاش بنتكلم كلام بس ايه، من على برج كده عالي في ومحدش في كمان نظرة مش أنانية حاسين الأهالي بالناس. بتشوفها إن م. إحنا مضغوطين، في نظرة أنانية الأهالي بتبقى شايفة إن إحنا مضغوطين عشانهم. هو لو حد فينا متخيل إن ولادنا مش بيمروا بضغوط، أحب أقول لكم إنه لأ. الطفل اللي عمره 5 سنين ولسه أول يوم دراسة ولسه أول سنة دراسة بيمر بضغوط. اه فاللي طبعا. هو فلما الاهل بتيجي تقول ايه ده، هو ده عنده ضغط، عايش ايه ضغط، يعرف ايه عن ضغط؟ لا يعرف، بدليل ان بيجي لي اطفال عندي في مكتبي وعمرهم 6 سنين و7 سنين عندهم اكتئاب، بنعالج اطفال عمرها 6 سنين و7 سنين من الاكتئاب. ف... فزي ما احنا كأهل عندنا ضغوط مادية وعندنا ضغوط اجتماعية، الأطفال بتمر بضغوط حسب مرحلتهم اللي هم بيمروا فيها. فاحنا بنضغط علشانهم، وهم بيضغطوا برضو علشان. بالظبط. فهيبقى في نظرة أنانية رهيبة انا لو أنا شايفة نفسي بس لا ده مضغوطة وابني عايش انا في عالم الرفاهية. لا. ده انا عايزه يعني ازود على كلامك حاجه يا روح. ان اصلا هو لو وصل لابني ان انا مضغوط عشانه، دي لوحدها هتبني عنده معتقد رايح في داهيه، ان انا عالة على بابا وماما. هو لا، هو أنا ده بقى. السبب في اللي انتوا فيه، انا فاللي هو السبب أنا في انتوا هخلص. فيه. اه بالظبط. فده يعني بقى عايزة يرد أخلص. في ايه؟ ده يرد في ايه؟ نرجع تاني لبابا وماما. هو يا جماعه احنا متجوزين ليه؟ احنا بنتجوز ليه اصلا؟ يعني معنى الزواج، معنى اقامه بيت. فاهمه قصدي؟ الموضوع رايح بقى في حته تانية. لو انا فاهم ان ضغط ولادي ده حاجه ضغط عليا وقرفاني وواصل لهم، دي مشكله. لان انا طالما خدت قرار اني اتجوز واخلف واجيب اولاد، الطبيعي ان دول خلاص احنا بقينا كيان واحد. كلنا انا وزوجي، او إن هو وزوجته شركة. المفروض ان هم، انا بتكلم طبعا على المفروض، انا بتكلم على المفروض ان احنا نتعلمه. انا طبعا مقدرة جدا، انت عارفة المشاكل اللي بتجيلنا والحاجات اللي بتحصل والبيوت مقفلة على اللي فيه. لكن انا بتكلم على اللي احنا بنسعى ليه. اللي بنسعى ليه نبقى احنا فاهمين اصلا احنا متجوزين ليه وبنخلف ليه وهنربي ازاي. ما ينفعش كل حاجه تبقى مفاجاه كده. لا ما ينفعش، ما ينفعش نتفاجئ احنا خلفنا، نتفاجئ ان احنا بنربي، نتفاجئ ان مش عارفه الولاد عملوا ايه، نتفاجئ ايه ده اتفطم مش عارفه اعمل فيه ايه. هو بيحصل له، انتوا عارفين ان اول يعني صدمة. اول صدمة صدمه للطفل. نفسيه للطفل لما الطفل بيتفطم. اتولد. يعني لما اه لما بيتولد الاول، لما بيتولد بننزل من بطن مامته، دي اول واحده. بينزل. تاني واحده الفطام. احنا متخيلين البني ادم مر بمرحله عامله ازاي. ف لا هو يعني ايه اصلا اخلف وانا مش فاهم اربي ازاي في الزمن اللي احنا فيه ده بقى، كمان بكل هذه الفتن وكل الكوارث اللي احنا فيها دي. فاهمه قصدي؟ فالموضوع بقى مش رفاهيه اصلا.
يعني ممكن كان زمان كانوا اللي بيقروا كده يقولوا ده مش عارفة ايه ورفاهية وبتاع، لكن يمكن زمان كان في شوية تربية والله يا روح، يعني الناس كانت مركزة تربي شوية زمان، لأن ما كانش فيه زحمة حياة، ما كانش فيه الجري اللي احنا فيه ده، إلا برضو يعني إلا من رحم ربي، أم، كل حاجة في قاعدة جملة وليها. كنت في جملة بقولها إنه إحنا كبيوت كنا بنربي شبه بعض، فما فيش عوامل خارجية ضدك. انتي دلوقتي المدرسة ضدك، التلفزيون ضدك، بالظبط، السوشيال ميديا ضدك، النادي انت ضدك. العالم كله ضده. القيم اللي انتي بتربي عليها ولادك دلوقتي جوه البيت، اللي هو غلط تمد ايدك على حد، عيب تشتمي حد، عيب صوتك يعلى، عيب ما تزعقش، ما تتخانقش. فجأة يروح المدرسة يلاقي عادي صاحبه بيزعق، عادي صاحبتها بتصوت طول الوقت في النادي، والى اخره من التفاصيل. فانت بتحسي ان انت اللي بتربي عليه فيه مجاهده رهيبه، انك بتلاقي كل المجتمع الخارجي ضدك، عكس خالص. احنا على زماننا وايامنا احنا كلنا تربيتنا كانت شبه واحده. ده عيب حقيقي. صوتك يعلى، عيب تزعق، عيب تجعر، عيب تشتم. كلنا كنا ماشيين بنفس المنهجية. المدرس زيه زي خاله، زي عمه، زي ما كانش فيه بقى فكرة التلفزيون المفتوح طول الوقت دي. كمان احنا يعني اللقطة دي اوريدي البيوت بتبقى مفتوحة بس على المسلسل اللي بيجي الساعة 7 ده بتاع بابا عبده، ماما نجوى، الحاجات اللي كلها كمان فيها قيم تربوية. ف... فالمجتمع كله بيربي معاكي بتربية شبهك. فانت دلوقتي احنا في وقتنا هذا احنا في جهاد، لان انت بتربي تربية دينية أخلاقية فيها قيم، فيها مبادئ أساسية. الطفل لما بيطلع بره بيتصدم إنه بيحس إنه مختلف، إنه اللي انتوا بتقولوه ده غلط. اي فأنا طبعا، مستغربة بيحس بالغربة، يعني بيحس بالغربة. انتوا يعني في حاجة عكس اللي انتوا بتقولوه خالص بتحصل بره. يعني انا جدا. افتكر ابني فعلا جه مرة قال لي وهو صغير، هو صغير اصلا، هو 8 سنين، ف في المدرسة اول ما دخل وولد بيضربه. فطبعا انت عارفه احنا معودينهم فكره في السن الصغنن ده، لا بلاش اللي يضربك يضربه، يعني اللي يضربك تمسك ايده وتقول له مش هسمح لك ان انت تضربني، وتمسك ايده. فايه جه بعد كده شويه كده السنه اللي فاتت مثلا بقول يا ماما على فكره ما ينفعش معاهم الكلام اللي بتقوليه ده خلاص. مش ينفع امسك ايده. ففعلا انا للحظه وقفت، انا فعلا قعدت اراجع النقطه دي تاني، يعني انا رحت لزمايلي واتكلمت معاهم، طب يا جماعه فعلا الموقف ده يحصل فيه ايه؟ يعني فعلا احنا في مواقف احنا نفسنا كمتخصصين بنعطل فيها، لما بتلاقي ان بيحصل لها تشوه كده من بره من المجتمع، فانت بتبقي عايزه تعملي اعاده. طب ما انا برضو ما انا مش عايزه ابني يطلع بيداس عليه ضعيف يعني. ومهزوز، واي اه حد بيبقى بيلطشه وهو ماشي، مستوعبه اللقطه بالظبط دي كده. بالظبط، فاللي هو في لحظة معينة لا اللي يضربك اضربه. في لحظة هتلاقيها ما هو لما هيوصل، بتضطري ما هو ده اللي توصلي بتكلم لده. فيه. يا اه. جماعه هند بتتكلم في اللقطه ان الولد م. عنده إدراك كبير، يعني هيقدر يدافع عن نفسه صح. فلما هنوصل لمرحلة إن لما هيبقى حد جاي بيأذيك وبيضربك، أنت من حقك تدافع عن نفسك، تزقه بقى، تبعده عنك، تخبطه، لطشك بالقلم بتلطشه نفس القلم. بس أنت وصلت لمرحلة من الإدراك إن أنت بتتأذي، فأنت بتدافع عن نفسك، لأن اللي جاي بيضرب بقصد. يعني ده أذى بالظبط بقصد، مش اللي بالظبط. هو واحد خبطك كتف وأنا نازل السلم ما كنتش شايفك. الوضع مختلف. اه طبعا، طبعا انا بتكلم في القصة دي اكيد، اكيد يعني. فالفكرة ان بقول لك احنا نفسنا ساعات بتلاقينا بنقف ونراجع المواقف من كتر ما في تشوه في المجتمع حوالينا. ده مستوعبة ده حقيقي. جدا. م. مستوعبة ده جدا. طيب بس احنا يبقى دلوقتي انا علشان اقدر اصلح كل العك اللي انا عكيته في مرحله الطفوله وداخل مرحله المراهقه، وشايفه ان علاقتي بولادي باظت، لان دي كمان مسجات بتجيلي في المرحله دي. هنبتدي بالتواصل، طبعا. هنبتدي بالاعتذار، التواصل، الاحترام، التعزيز الايجابي. هاخد بقى نفس كلامك، فكره الاحتياجات النفسيه، الاستماع، الحاجه الاعتبار اشوفه، الاحتياج للتشجيع، ان انا دايما طول الوقت بشوف الحاجات الايجابيه اللي بيعملها وبعمل هايلايتنج عليها. يا جماعه انا في جمله والله العظيم انا قلتها في لايف من اللايفات وهرجع اعيدها تاني. والله يا جماعه يعني انا واحده من الناس بحب التطبيل، اللي هيجي يقول لي نقد ايجابي يعني مش عارفه هجيبه كده شقه، فاهمه؟ ما حدش يقول نقد.
بجد ما حد يعني، احنا ما عندناش ثقافة الانتقاد، فما حدش يتكلم عن النقد، احنا نشجع الاول، ولما نوصل لمرحلة الثبات نبقى نشوف بقى العالم اللي بتقول نقد دي، فاهمين؟ من فاحنا مدمرات العلاقات أصلا، يعني مدمرات العلاقات هو النقد واللوم والسخرية. النقد واللوم والسخرية. والرابعة بالبلدي كده التنفيض، يعني إن أنا مش مركز معاك أصلا، مش حاطك في حساباتي. الأربع حاجات دول مثال. لو اتوجدوا في أي علاقة بيدمروها، بيدمروها تماما، يعني تنتهي. مم. ف... فحقيقي فعلا ان احنا لازم نوقف لوم، نقد، سخرية، عتاب، تنفيذ، إهانة، تنمر، ضرب. ضرب، انا مش قادره استوعب يعني ايه ابني يبقى 15 16 17 سنه، بنتي طولي واطول مني ودي تترفع عليها عادي، أنا مش قادره اتخيلها. يعني الحاجات دي بجد يا جماعه مش بتهز ثقافه النظام. انتوا تخيلوا يعني، انا عايزه بس حد من الامهات والابهات اللي بيتجاوزوا جسديا يقف للحظه يبص لملامح وش ابنه او بنته وهو بيديله بالقلم كده او بيرزعه مم. يعني. تخيل جسمه بيتنفض ازاي، شوف عينه بتبقى مكسوره ازاي. ف فوقفوا ده، وابنه ده والله العظيم النتيجة تستحق ان ابني يشوفني بعين الاحترام، تستحق ان صحيح. بنتي تشوفني بعين القدوة ويبقى عندها ثقة بنفسها، وان شايفة نفسها كاملة وشايفة نفسها قوية وعزيزة النفس، تستحق ان ابني يبقى شايف نفسه قادر يتحمل مسؤولية وتقدري تعتمدي عليه، يستحق. انت مش هتقدري، احنا كأمهات خلينا واقعيين، مش هتقدري تعتمدي على طفل ضعيف مكسور ما بيقدرش يعمل حاجة عشان هو شايف نفسه كده. الأم اللي بتقدر تعتمد على أولادها هي واثقة إن هم قد تحمل مسؤولية، ده له تمن، إن هي بنته. بالظبط. على قد ما اللايف ده فيه وجع، بس على قد ما اللايف ده نور جوايا كمية حاجات. أتمنى يا رب دايما آه ان انا استمر في اللي انا بعمله، واي حد مم. معدي على اللايف ده يفرق معاه ولو بكلمة. ربنا ينفع بيكي يا رب يا خلي روح بالك انا عايزة ويفتح عليكي. اتكلم معاكي الفترة اللي جاية كمان، انه انا عايزة اتكلم عن المراهقين بالذات اللي بيشتموا وبيتنمروا. اللقطة دي فيها كمية تجاوزات انا بشوفها بينهم كبيرة جدا. الموضوع ده مش صح، بس هو محتاج اه، توجيه. فعايزة ولسانهم اتكلم كمان، لسانهم بقى وحش قوي. انتي تعدي جنب الولاد لسانهم بقى صعب جدا، وبيقولوا ألفاظ وفي أحسن مدارس على فكرة، ملوش علاقة بمدارس بقى ولا بتاع، ده بيبقوا بره يعني هم خارجين مع بعض تلاقي الألفاظ بالظبط صعبة. الشتيمة، ويعني الشتيمة اللي بين الشباب عايزة اطلع اتكلم معاكي فيها في لايف، ازاي نقدر نقلل من اللقطة دي وان يمكن كمان نعدمها. نفسي اللقطة دي اوريدي يعني، اتمنى من الله ان انا ابقى ماشية جنب كشك فيه شباب ما بيشتموش، نفسي. القذف الجبهات والتنمر اللي بيعملوه بطريقة فيها تجاوز رهيب، اللقطتين دول انا محتاجة اتناقش فيهم معاكي الفترات اللي جاية بعمق يعني كبير جدا. لانه انا يعني كنت مستنية اللايف ده من فترة طويلة جدا وبسعى ليه جدا جدا جدا. وحقيقي فعلا يا رب يا رب يا رب ينفع بيكي ويحسن ما بين ايديكي ربنا يعزك يا رب. ويستخدمك ولا يستبدلك، لانه انا ما آمين يا لقيتش رب. حد بيتكلم في مرحلة المراهقة جوه عمقها وبيتعامل مع المراهقين، مش مع الامهات من بره، لا مع المراهقين من جوه. كنت انت اللي في المجال ده، فيا رب دايما ربنا يحسن ما يعزك. بين ايديكي، لانه العجينة اللي طلعتيها النهاردة زي ما هي اوريدي عجينة علمية ومهنية، إلا إنها واقعية وملموسة. ده حقيقي. ده حقيقي. ف... كلنا يعني في مركب واحدة زي ما بيقولوا، كلنا بنجرب وبنساعد مع بعض. احنا بنعمل ف... الحاجتين. ده فعايزة حقيقي. أقولك إنه أنا من أول الناس ومن أكتر الناس اللي استفدت باللايف ده وفرق معايا جدا جدا. وجعني بس بيعلمني، والوجع هرجع تاني وأقول لقطة مهمة جدا هند قالتها، إن الوجع آه إحنا بنتعسر عشان نبقى أحسن. ده ف... حقيقي. ف... فربنا بجد يحسن ما بين ايديكي، وفخورة وممتنة بقبول دعوتي ليكي حبيبتي ربنا النهاردة. انا يعزك. ممتنة ليكي جدا ان احنا عملنا اللقاء ده بعد معافرة كتيرة قوي قوي، وطلوع ونزول وتعب وازمات الحمد كده لله. بنمر بيها.
بس انا مبسوطة ان احنا قدرنا نتجمع وقدرنا نتكلم في توبيك مهم جدا وحاوي. اتمنى من الله ان الناس كلها تستفيد منه، لانه والله اللي عايز كورس او عايز محتوى يتعلم بيه، اللايف ده لوحده منهج حياة، ملخص لكتب كتيرة اتقرت. حبيبتي فربنا ربنا ينفع بيكي يعزك يا يا رب روح. دايما يا هند بجد. بجد شكرا جدا يا روح على كلامك يعني. بجد شكرا يعني. والله انا اللي انا بجد كتير اشكرك، عليا. لان ربنا ينفع بينا جميعا يا رب، ويستخدمنا ولا يستبدلنا، ويرزقنا الإخلاص. الموضوع أجد يعني حقيقي مهم. رسالتنا فيه واضحة جدا. الولاد دول محتاجيننا. يعني مش عايزة أقول أكتر من كده، الولاد في السن ده محتاجيننا بجد. تفتكروش إن هم مستغنيين، هم محتاجيننا. حتى فكرة إن هم بيعملوا تصرفات تضايقنا أو تسيء ليهم أو تسيء لينا، بين قوسين. ده في الأول وفي الآخر لو إحنا شفنا هم محتاجيننا إزاي، ونقدم لهم المساعدة إزاي، وإزاي نردهم مرة أخرى لهويتهم الحقيقية، وإن هم يفهموا أصلا إيه هويتهم، ونرجعهم لدينهم. الدين مهم أوي أوي. إحنا أغفلناه جدا في الحقبة الأخيرة دي في الحياة. بجد إحنا محتاجين نرجع لديننا بشكل كبير. خلي بالك فيعني الاحداث الاخيره اللي حصلت في غزه لاخواتنا في فلسطين غيرت فينا كلنا، كلنا طبعا بلا استثناء، طبعا واللي ما طبعا. اتغيرش ده يبقى فيه مشكله. بس ما بالظبط. فيش حد فينا شاف الاحداث اللي حصلت دي الا يعني الكاريزما كلها اتغيرت، طبعا التفكير والمعتقدات والافكار ونظرتنا للحياه والامور. إعادة ترتيب، كلنا حصل عندنا إعادة ترتيب أولويات. يعني ف أشك إن مفيش حد فينا ما تعرضش لده. حتى الولاد على فكرة والله، والبنات في السن ده بيعملوا مواقف ببقى فخورة بيهم جدا. وهم بيقطعوا، وهم بيعملوا مواقف، ويردوا على الناس بالأجانب أصدقائهم على الانستجرام، يردوا عليهم ويخشوا معاهم في الشاتس ويدافعوا بجد حاجة مبهرة. بصوا للجانب ده، الولاد دول فعلا والبنات دول فيهم طاقة ملهاش حدود. يعني آمنوا بيهم انتوا بس، هتلاقوا كده جيل مختلف. يا رب صح، إن شاء الله. يا رب. صح، ربنا ينفع بيكي يا رب ويستخدمك عليكي لا حبيبتي. يستبدلك، ودايما اسمع عنك كل خير، واشوفك يا ربنا رب يعزك. دايما بكل خير وكل صحة. واعملي حسابك هنعمل لقاء الفترة اللي جاية عن المراهقين في التجاوزات اللي احنا قلنا عليها. ان شاء الله يا حبيبتي، جزاك الله خير يا روحي، وشكرا على الدعوة الحلوة وعلى ثقتك ربنا الغالية، ربنا يخليكي، يكرمك. بالعكس شكرا. بالعكس. شكرا يا حبيبتي. باي باي. سلام. باي. اشوفك على خير. باي. ان شاء الله. في امان الله.